اسمي لقمان دحدوح من مدينة زغوان من تونس، لكن الجذور متاعي والدي الأصل متاعه من مدينة تبان من ولاية سطيف. الجزائر باللي مش نوصفها، باللي مش نتكلم عليها، باللي مش نقول عليها نكتة من البحر. ما نجمش نوصف حبي للجزائر. رب يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته. أنا قد ما نكتب قد ما نعمل ينفد البحر ويخرس القلم وما نفاش من حبي ووصفي للجزائر. الجزائر ما كنتش نعرفها، كنت نسمع بها، ولكن والدي جزائري، لكن نسمع بالتاريخ متاعها وبالنضالات وبالمقاومين. جاء عندي ولد عمي ديما يجي للجزائر، قال لي تمشي معايا لقسنطينة. خرجت معاه أول مرة جيت للجزائر. كيف دخلت الجزائر مانيش مصدق اللي أنا عفست في تراب الجزائر. أول ما بديت نكتب على الجزائر، خاطرني أنا كتبت برشا، لكن الزيارة متاعي الأولى اللي جيتها لهنا كتبت على الجزائر. كتبت على الجزائر، لخصت شوية على الجزائر، ومن بعد بديت توا يعني نفرز فيهم، كل مرة نكتب على بلاصة اللي نزورها. أول ما بديت بالكتابة هذه، سامحوني شوية، سميت الجزائر المحروسة، لأنها في عهد الدولة العثمانية سموها المحروسة، اللي كونه كانت مش يحتلوها يجيوها في الليل في عهد الدولة العثمانية، مش يقوم عليها حرب. سموها المحروسة هذه علاش؟ تقوم زوبعة في الليل وتتحطم البواخر متاعها الحربية، تتحطم على الصخور في البحر. قاموا الجزائريين لقاو البطوات والجنود كل على الشاطئ، الجثث متاعهم، قالوا هذه محروسة من عند الله وسموها المحروسة. عدنا نقول في المقدمة هذه: الحب وحده دفعني إلى الكتابة عنك، ولولا هذا الحب ما خط قلمي حرفا، أنت يا لؤلؤة التاريخ. هي الجزائر بدون مجاملة لؤلؤة التاريخ في حوض البحر الأبيض المتوسط، لوحة فنية رسمتها ريشة إلهية متربعة تبتسم على ضفاف المتوسط. هي الجزائر، وعاشت الجزائر. وقت اللي جيت ومشيت لقسنطينة، قريت على قسنطينة، وقسنطينة يقول لك بلد الجسور ووكر النسور. قسنطينة زادت غرمتني بها، وانا وليت نخمم باش نزورها. ولد عمي عندنا الاهل متاعنا، قلت له انا نحب نمشي للجزائر، قال لي دونك يجي عبد الستار ونمشوا معاه. اول زياره متاعي كانت لقسنطينة، وكانت لقنطرة سيدي مسيد. وانا قبل ما نمشي، هو اصله من قسنطينة، بديت نقرا على سيدي مسيد. شنو هو سيدي مسيد؟ شنو هي قنطرة سيدي مسيد؟ بديت نتبع فيهم، وما بين ظفرين راهو سيدي راشد كان قبل عنده قصه كبيره. هو راهو ماهوش ولي، هو الاصل الاصيل بتاعه ماهوش ولي، كان مستشفى في عهد فرنسا. كيف مشيت تغرمت بالجزائر، وحيرت لي الماضي اللي كوني انا جذوري من الجزائر. من وقتها وحبي للجزائر خليني توا نمشي ونجي على الجزائر، وكل بلاصه نمشي لها ندونها، نكتبها، نعمل لها كتابه، ونزور الاماكن متاعها، ونشوف. كيما اليوم انا في الدار لهنا، دار اخ محمد، والله يبارك له والله يجازيه خير. ما نفلتهاش يعني بلغتنا احنا، ندونها في المستقبل. كيما عندي بقايا اللي كنت انا ما نعرفهمش ونتمنى باش نمشي له، الحمام الرومان اللي حكى لي عليه في خنشله، وحمام في قالمه، والاثار تاع باتنا. وهذا بقدرة ربي الزيارات نتاعي تبقى متواصلة للجزائر ونزورهم، وناوي نعمل الكود كامل الجزائر. هذا الكل الواش من حبي للجزائر. أهم الأشياء اللي عجبتني في الجزائر هي، نبداو من الأول،
هو شعبها. بعض الآثار اللي فيها، عجبتني بالكدا بالكدا. أما الراحة الكبيرة اللي لهنا هو الأمان بصراحة. أنا مطمئن ياسر، مطمئن ياسر. وديما نعاودها هي المعاملة. المواقف برشا، مواقف إيجابية، مواقف الحمد لله ما صاركيش حتى مواقف سلبية، ما صارش، الكلها إيجابية. اللي قاعدت في الذاكرة متاعي كون مروح أنا وولدي، مروحين ما بين عنابة والحدود متاع تونس، والسيارة يصير لها عطب وتقف في وسط الجبل، الدنيا بدات تظلام. احنا جينا في عنابة لهنا، ولدي عجبني راديو كاسيت عندما مش نبدالك بالطرفة كيف صارت. قلت له خليني نشريه الكهرباء، قال لي لا ما تشريش يا ولدي، خليني نشريه. لا ما تشريش، خلي السوار. خليت السوار، مشي تحت الكهرباء بينا اونبام في جبل الخلا والقفار كيما نقولوا احنا نقول بالعامية ما بين السماء والماء، لكن احنا ما بين الغابة والجبل، ما عندنا حتى شيء. الكراب بتاع التوانسة بدوني يعني منش نذم، اما صفي مالو كور يتحداو ويجري ولا واحد يوقف لنا، ورغم انه الماتريكول متاعنا تونسي متعدين قرابة جزيرية. والله مش نبكي، فاتونا برشا وعاودوا رجعوا. جانا شبيكم يا توانسة؟ الدنيا ظلمت، شبيكم؟ حلين الكبوت لباس. قلت له راهو الكهرباء طاحت بينا بان، مانيش عارف شو باش نعمل. مش تقعدوا هنا؟ قلت والله غالب شو باش نعمل، انا ما عندي ما نعمل، لازمني ما حبيتش تخدم. ياخذ البورتابل نتاعو الجوال، كلم صاحبه، قال له ايش عندك؟ هو صاحبه روموركار ولا الله اعلم، قال كيما نقولوا عندي كورسه مانيش عارف. قال له تخليها وتجي توا للبقعه الفلانيه، هو يعرف البلاصه. قال له تجي توا. فعلا شوف ساعه قبل كل شيء، شوف كيفاش الصداقه ما بينه هو وما بين مولا الكاميون نتاع الروموركاج، وكيفاش وهو كيفاش الانسانيه اللي عنده. جاء خلط لنا والله من باربع ساعه كان بحثنا. قال له هزهم وين يحب، تحب ترجعني العنابه رجعوا، تحب تهزوا للديوانه هزوا. هذا موقف. الموقف الثاني وقت اللي دخلت للديوانه نتاع الجزائر، روني انا كيفاش يدي مسخك وحالتنا ولدي كي تعب نفسانيا، واحنا كنا مش الديوان نتاع الجزائر. قال لي يا تونسي الواد جايبتي برا، رجع صلحها غادي، مش صلحها في تونس في الجزائر. قلت له لا نحب نروح. قال لي روح. من الثقة اللي عنده فينا احنا كاللحظة ذيك ما فتشناش، قال برا تعداو برا، وعدى الكاميون. شوف الإنسانية، عداه للديوانة بتاع تونس. الطرفة الثانية في واد سوف، انا دخلت زقاق البيرو، هذا يسموه مقهى زقاق البيرو. قالوا لي راهو يقعدوا فيه الادباء والشعراء والكل. قعدت نلقى راجل كبير غاديك، قعدت بحذاه، عندي صوره معاه، بدينا نحكيو منه، لان بدا يحكي لي ويعطيني في التاريخ ويعطيني في كذا. لكن انا زودت له، قال لي تيزيني عاد يا تونسي لك فرغتني. يزيني في البركه يا تونسي لك فرغتني. التوا زاد هذيك ما ننساهاش، وان شاء الله ربي يذكره بالخير. عند الرحله نتاعي كتبت على واد سوف، كتبت على الجزائر، الرحله نتاعي الاولى بكل الاماكن اللي زرتهم، كتبت على بجايه، كتبت على جيجي، كتبت على خراطه، هذول الكل مدونين كتب. نقول للشعب الجزائري ساعات بصراحه يجيوا لتونس تصير لهم حاجات هكا، تصير لهم مثلا كاسات، ولا تصير لهم بعض الحاجات ما نحبهمش ياخذوها بالطريقه اللي تخليه يتغضبوا على الشعب التونسي. ولا انا لو تصادفني حاجه لهنا من
من شباب ولا من كذا، ما ناخذهاش كشعب الجزائر الكل بالطريقه هذه، نحسبها تتعدى زوبعه في فنجان وتعدات، ما نحبهاش تتسطر في الذاكره. الكوره تفرقنا. انا سمعت مثلا الجماهير نتاع الترجي كي جاوا لهنا كنت المولديه ولا شنو اللي كيف، بصراحه تامه، وهذا اللي يحبوا الاستعمار، هذا اللي يحب التفرقه. احنا كسياسيين ما يلزمنا يعني جيل السياسه بتاع الجزائر ولا السياسه بتاع تونس ننبه عليهم قبل، ردوا بالكم هذاكم خيوتكم، انتم فرد دم. سقهراس تخلط الدم نتاعنا ايام الحرب. الاستعمار عمل البومباردمون نتاعو فين؟ في سقهراس، تخلط في السوق الجزائريه وتوانسه ماتوا مع بعضهم. الدم وقت اللي جراه في الارض جراه مع بعضه، ما جراش دم تونسي منه ودم جزائري منه، جراه مع بعضه، ساقيه واحده. ساقيه واحده.